السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى معانا فيديو جديد. اللي مشتركش في القناة ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بنزله. اول حاجه بقى نبدا بسم الله. النهارده بقى يومنا طويل شويه، هنعمل شويه حاجات كتير كده. اول حاجه بدات بيها، شغلت الغساله. كان عندي غسيل كتير قوي قوي يعني يا بنات، فشغلت بقى الغساله وكده. وانا انتوا زي ما انتوا كنتوا فاهمين قبل كده، كنت قايله لكم في فيديو تاني ان انا عندي اوتوماتيك ونص اوتوماتيك. لما الغسيل بيزيد معايا بغسل في النص اوتوماتيك، في العادي لما الغسيل بيبقى قليل بغسل في الاوتوماتيك عادي. بس هنا بقى عشان كان عندي غسيل كتير قوي، فقلت بقى اخلص بقى الغسيل اللي ورايا. شغلت هنا بقى الغساله كده، كانت اول بقى حاجه خالص كده بقى على الابيض. وقلت بقى اعمل الغدا بتاعي. انا هنا كنت عملت كشري اللي هو الرز والعدس العادي يا بنات. قلت اعمل بقى حاجه سريعه لان بجد اليوم ده كان يعني ورايا حاجات كتير قوي، فما قدرتش بقى. قلت بقى حاجه تبقى سريعه كده. بس فهنا بقى ايه، بعمل بقى طبق السلطه. كنت انا عملت الكشري بس ما صورتش بقى يا بنات. انتوا عارفين طبعا طريقته سهله، زي الرز العادي، بس انت بتحطي بقى رز على عدس اصفر، وبزياده بس البهارات هو الملح وفلفل اسمر بس. دي طريقه الرز العاديه، بس ما صورتوش بقى يا بنات. بس هنا بقى كنت بعمل بقى طبق السلطه. انا بحب بقى السلطه كده جنب الكشري، وبرده سلقت بيض وكده. والسلطه بقى كان عندي بقى الطماطم والفلفل وبصل. كان فلفل احمر كوبي واخضر وطماطم وبصل. قلت كده بقى ايه، اكله تبقى سريعه كده وتبقى اصلا جميله وبتفتح النفس يا بنات. انا عن نفسي بحب الاكله دي. بس بقى اليوم طويل ولما بغسل يا بنات ما اصلا مش عايزه اعمل حاجه جنب الغسيل لانه بيبقى كتير قوي. انا طالما شغلت الغساله دي بيبقى ورايا غسيل كتير، بشغلها عشان تنجزني. بس بقى هنا خلاص بقى كنت خلصت طبق السلطه. وحطيت بقى عليه بقى كمون وملح، وهحط برضو بابريكا شويه صغيرين كده خالص، وشويه خل وشويه زيت، وعصرت كده ليمونه. بس بقى عايزه اقول لكم انا الاكله دي، انا ما اعرفش اكل كشري من غير طبق السلطه. عارفه انه بيبقى اساسي معاه وكده، بس في ناس عادي ممكن تاكله كده بالبيض او تاكله كده عادي. لا انا ما بعرفش اكله بجد الا بطبق السلطه. بس هنا بقى خلاص كنت غرفت بقى الاكل بتاعي. وبرده ماليش في البيض قوي يا بنات يعني للاسف يعني، بس انا ما مش بنتفق مع بعض يعني وكده. بس انا عملت بقى البيض ده وكده بقى عشان اولادي وزوجي وكده. وده بقى كان غدانا. هنا بقى خلاص بقى انا كنت اتغديت وقمت بقى اشوف بقى اللي ورايا. هنا بقى شويه انا زي الحاجات دي بقى كده، كنت لسه جايباها يعني شويه مشتريات يعني بس بسيطه يعني يا بنات. هنا كنت جبت بقى صابون سايل وكلور وداوني، وجبت اوكسي بقى وكده عشان الغسيل. والصابون السائل برضو كان عندي قرب يخلص وما كانش بقى فيه وكده كلور وكله كده، فجبت بقى الحاجات اللي كانت ناقصاني. وهنا بقى برضو جبت بيض برضو كان بقى خلص من عندي برضو. هنا بقى انا كنت جايبه، هنا بقى لما بجيبه يعني بحطه هنا. دي اصلا بتاعه التلاجة، انا مش جايبه التانية البلاستيك الاكبر، دي بتاعه التلاجة. بملاها عادي والباقي بحطه كده في التلاجة، ولما بتخلص بملاها تاني وكده. بس انا قلت يعني دي موجوده فما فيش داعي للتانية، مع ان التانية اصلا بتشيل اكتر، بس انا دي يعني ما فيش مشكله بالنسبه لي يعني. وهنا كنت جايبه برضو شويه حاجات كده من عند العلاف. انا الكيسه هنا كانت مربوطه جامد. المهم يعني يا بنات ده كان رز بقى. انا كنت جايبه رز برضو يعني الحاجه لما تبقى يعني تعتبري الحاجات دي كلها كانت خلصانه خالص من عندي يعني. انا اللي اصلا الفيديو ده بقى كنت مصوره بقى لي يعني كام يوم كده بس اتاخر يعني وكده. معلش بقى يا بنات سامحوني. هنا بقى كنت فتحت بقى الكيس قطعتها يعني بس هنا بس الكيس اللي تحت بقى سليمه وكده. هتقولوا لي ما فضيتهوش ليه او مش هتفضيه وكده. اقول لكم لا، انا بحب احط فيه حاجات معينه كده، بحب احطها في التلاجة
بس المهم هنا بقى كنت جايبه مرقه فوريه، وهنا كيس كان فيجيتار حار، وهنا كان معايا برضو خميره، وجبت بقى ملح. هنا بقى يا بنات كنت جايبه 6 اكياس ملح. انا عندي البطرمان بتاعي بفضي بياخد يعني كيسين وكده، والباقي بقى بحطه في التلاجة. وبرضو هنا جبت بقى لوبيا، برضو نص لوبيا كده، وجبت بقى بهاراتي، توم باودر، بصل باودر، وكمون وشطة، وجبت برضو فلفل اسمر، يعني جبت الحاجات اللي كانت ناقصاني بس. وهنا برضو جبت ردة، عشان انتوا عارفين ان انا بحب يعني اشوي سمك في البيت وكده، فجبت ردة مش على طول، بس لما بشوي يعني او باكل سمك مشوي في الاغلب بشوي في البيت، فانا بخليها عندي يعني مش حاجه بتخسر يا بنات. وهنا جبت ذره برضو ولسان عصفور وكده، وعدس اصفر، وعدس بجبه، وهنا برضو مكرونه شعريه. وهنا برضو الشاي كان خلاص من عندي خلاص بقى، جبت ربع كده. انا بجيب دايما ربع بيقعد معايا شويه، لما بيخلص يعني بجيب غيره. وهنا بقى كانت مكرونه، ما جبت برضو مكرونه سباكيتي بس. يبقى كده مشتريات بتاعتي يا بنات، حاجات كده بسيطه كده يا بنات. البهارات ما بحبش اكتر فيها، علشان انا عندي لو حاجه طالتها ميه او حاجه بسيطه كده بترطب بقى وكده، فبقى انا ما بحبش كده يا بنات، خاصه البصل باودر والثوم باودر وكده، مش يعني ما بيحبوش الرطوبه خالص، فما بحبش يعني احس ان هما كده زي مبلولين كده، فبجيب بس يدوبك على قدي ما يطولش، اللي هو يخلص بجيب غيره على طول يعني. بس هنا يعتبر كله كان خلصان مع بعضه. والملح زي ما قلت لكم بقى اللي جبت 6. وهنا كنت جايبه، جبت بقى 5 كيلو رز تاني يا بنات. ليه ما بفضتش الحاجه؟ انا يا بنات في حاجات معينه زي ما قلت لكم بحب احطها في التلاجة. هتقولوا لي يعني تحطي الحاجات دي كلها في التلاجة؟ اقول لكم ايوه، انا بحب كده، اتعودت على كده من فتره كبيره. انا يعني بعمل كده ومرتاحه في كده يعني. في حاجات كده انا اتعودت عليها، في حاجات مش بحبها احط بره، مش بحب احطها بره يعني وكده. شايفين يا بنات؟ بس محدش بقى يعلق. او في حاجات على فكره في ناس بتحط فيها حاجات معينه بتحط في التلاجة، وفي حاجات لا، بس انا بالنسبه للحاجات دي كلها هحطها في التلاجة يعني. هو كده كده طبيعي. البيض هحطه في التلاجة، الملح بقى بخاف يعني فبحطه الافضل في التلاجة، والبهارات طبعا فضيتها حطيتها في البرطمانات بتاعتها، والباقي بقى حطه برضو في التلاجة بس. هنا بقى كنت ايه قلت بقى اغسل بقى طقم البهارات بالمره، طالما كده تعتبر بقى كده كله يعتبر فضا، كانت حاجات بسيطه بس اللي فيه يعني، فنغسله بقى بالمره بقى، يعني يستغلي بقى ان لما الحاجه بتفضل كلها مع بعض تغسليها يعني. عارفه ان في الواحد ساعات بيكسل ان انا لسه بقى هعمل، لو في حاجه واحده بس فاضيه والباقي لا، فلا بس بالمره طالما كله فضا اغسلوا بقى كله مع بعضه. بس هنا بقى كان عندي بقى شويه مواعين مش كتير يا بنات. عايزه اقول لكم اصلا والله يا بنات انا نايمه بالليل مفيش اي حاجه عندي من المواعين، والرخامه كانت زي الفل، مفيش اي حاجه خالص. الحاجات دي بس يا دوبك الكوبايات دي، مطرح بقى الفطار بقى الشاي بلبن وكده، وبرده من اللي هو بالطبقين بقى مطرح برده الغدا بس. اما انا اصلا كنت نايمه ما عنديش اي حاجه، كنت نايمه مشطبه كله يعني. انا ما صورتش بس انا كنت نايمه والله يا بنات، كانت الدنيا زي الفل، كنت مخلصه كل اللي ورايا عشان عارفه تاني يوم ورايا ايه وكده، فما حبيتش الدنيا تبقى كتير عليا بس. فدول بقى شويه كانوا شويه مواعين صغيرين كده. انا عارفه يا بنات ان المفروض البقوليات مش بتطول عندكم، فمش مستاهل تحطيها في التلاجة، مش هتلحق مثلا تعمل حاجه وكده، عارفه والله يا بنات. بس انا اما اول ما اتجوزت وكده في حاجات كده مشيت عليها فتعودت عليها، فهي اصلا كده كده مش مضايقاني، فما ما فيهاش مشكله بس يا بنات. والسكر برضو بحطه برضو يا بنات في التلاجة. السكر بقى بخاف يعمل لي نمل وكده، بخاف يعني لان ساعات بقى بيظهر وكده، فبخاف فبحطه في التلاجة.
بس هنا بقى شايفين المواعين كانوا شويه صغيرين خالص يعني، قلت برضو خلصهم كده. بس عايزه اقول لكم يا بنات والله الغسيل كان كتير جدا 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 يعني، بس الحمد لله ربنا بيقوي يا بنات والله. هنا خلاص بقى كده بشطب بقى المواعين. خلاص خلصوا في ثانيه، هما كده كده مش كتير يعني. فين بقى اللايك يا بنات؟ ما نزلتوش طبعا، حطيتوا اللايك، كنتوا عارفين انه بيشجعني وما نزلتوش حطيتوه. فضلا بقى ليس امرا بقى يا بنات، انزلوا بقى حطوا اللايك بقى يا بنات عشان نعرف بقى نكمل بقى الفيديو بقى. بس بقى هنا خلاص بقى كنت خلاص شطفت المواعين خلاص كده. برضو بغسل بشرب برضو الكوبايات. خلاص خلصت. كان في بقى هنا بقى المعلقتين دول ما خدتش بالي منهم بقى، فنغسلوهم عادي مفيش مشكله. كان في بقى الازازتين دول برضو قلت املاهم بقى بالمره بقى، يعني هي جت عليهم نملاهم هم كمان بالمره. بس انا بحب بقى اغسل الازايز بقى، يعني كل مره بملاها بحب كده اشطفها شطفه حلوه كده. بس اصلا مش بشرب فيهم كتير يعني، بس خلاص يعني كم مره كده خلاص بقى وبرميهم. بس بحب برضو لما بملى بقى المره التانية والتالتة وكده يعني بشطفهم كويس. بس انا اصلا مش بطول فيهم قوي يعني يا بنات. انا عارفه ان البلاستيك مش صحي وكده وغلط، بس يعني كم مره كده وخلاص وبيترموا يعني. انا اصلا بجيبهم ببقى جايباهم يعني وانا رايحه النادي او نازله اي مشوار وكده، بس يعني ما بطولهمش عندي. بس هنا بقى خلاص بقى كنت مليتهم. نغسل بقى الطقم بقى البهارات بتاعنا. هم ما كانوش متبهدلين قوي يا بنات يعني. هنا بقى لما بغسل الغطا زي ما انتوا عارفين كده بقى بلف بقى البتاع معايا، لان بتبقى حوالي من جوايا كده بقى فيها البهارات، فلازم وانا بغسل الغطا الفه كويس. بس هو بس طقم البهارات ده بس اللي هغسله، وبس البطرمان برضو بتاع الملح وبس. خلاص كده ابقى خلصت يعني. انا زي ما انتوا عارفين يا بنات انا بحب عامه اي حاجه في المطبخ يعني بتتعمل وكده. بس صراحه الغسيل لما بغسل على نص اوتوماتيك بتعب، لان لما بغسل عليها لازم بيكون عندي غسيل كتير. ليه بيتراكم غسيل كتير؟ مش فكره كده، انا فكره ان انا في ايام كتير ما بنزل بقى اروح النادي بقى ورايا مشاوير، فمش بعرف اشغل غساله وكده. وفي نفس الوقت الغساله بتاعتي اصلا صغيره فما بتاخدش كميه كبيره. فلو قعدت يومين تلاتة كده ما غسلتش الاقي الغسيل عندي تراكم. حتى لو غسلت فيها هي صغيره مش كبيره يعني، فبتاخد شويه غسيل صغيرين، مش بتسعفني يعني لما بيتراكم عليه شويه هدوم صغيرين يعني وكده. فبريح دماغي بقى ايوه، بخلص بقى الهدوم لما بيبقوا عندي شويه كده بخلصهم على نص اوتوماتيك. انا جبتها عشان كده يعني، جبتها عشان تسعف الواحد كده لما يبقى مثلا ورايا غسيل وكده كتير، بتسعفني وبتخلصهولي كده في مره واحده. حتى لو شغلت الاوتوماتيك كذا مره في اليوم يعني، اقصى حاجه هتشغلها 3 مرات يعني. برضو هي عشان زي ما قلت لكم بتاخد شويه هدوم صغيرين مش كبيره يعني، مش بتسعفني برضو، خاصه لما اكون مثلا منزله مثلا الستاير وعايزه اغسلها. فطبعا الستاره كبيره بتاخدها على مره واحده بس، فمش بتسعف. بس هي نص اوتوماتيك طبعا حلو قوي في فكره لما بيكون عندك غسيل كتير. وبرده بتنضف طبعا مفيش كلام، طبعا هي بتنضف عن الاوتوماتيك بكتير جدا. انا اصلا بحب اغسل فيها الابيض، او بمعنى صح ما بغسلش في الابيض في الاوتوماتيك خالص. كنت بعمل كده قبل ما اجيبها، بس بعد ما جبتها صراحه ما بقيتش اغسل الابيض خالص في الاوتوماتيك. بحس ان النص اوتوماتيك بتنضف اكتر، وهي فعلا بتنضف صراحه اكتر يعني وحلوه. بس هنا بقى خلاص بقى كنت غسلت طعم البهارات بقى ونشفته يا بنات يعني. انا غسلته كويس وبرده نشفته، جبت فوطه كده بقى وقعدت انشف كله عشان ما يبقاش فيها اي حاجه خالص من ميه. طبعا اما تسيبيها تصفى برده تنشفي، لان برده ممكن تلاقي فيها ميه وكده، عشان البهارات ما تبص منكم يا بنات. بس زي ما انتم شايفين كده انا هنا فضيت في بطرمان الملح كيسين. انا عندي البطرمان بياخد كيسين ففضيت كيسين.
هفضي بقى بقيت بقى البهارات. انا عندي هنا عشان البطرمان صغير مش كبير، فمش بجيب كتير، وبرضه ما بحبش الحاجه برضه تبقى عندي كتير. يعني هنا الفلفل الاسمر كنت كل حاجه يعني جايبه ب10 بقى، والفلفل الاسمر والكمون وكده بس الشطه بس عشان تبقى كتير اصلا في العادي، فجبت ب5 بس ومليت لي البطرمان. عايزه اقول لكم انا بقيت عماله اهبط في البطرمان عشان اعرف احط الباقي يعني. فالشطه عادي يعني ب5 تبقى حلوه قوي وبتطول معاكي يعني. بس هنا بقى بصوا انا هوريكم بقى ان الشطه قعدت اهبط في البطرمان يعني كتير عشان اعرف احط كله، عشان محبتي اسيب شويه في الكيسه يعني. فبجد ال5 اصلا بيبقوا مدينك شويه حلوين يعني، ما تجيبوش اكتر من كده، اصلا كده بيطول قوي معاكم، خاصه الناس اللي ما بتحبش الشطه يعني في الاكل. انا ما بحطش كتير، انا بحط حاجات بسيطه بس، بحط اللي هي تخلي الحاجه حرشه، بس مش كتير طبعا لان انا ماليش في الحامي قوي يعني. بس انا بقى كنت بحط بقى التوم باودر، وهحط برضو البصل باودر وكده. كده خلاص خلصنا. اخر حاجه بقى هنا معانا الشاي. انا هنا كنت نسيت اعمله، بس هو اصلا مش مبهدل يعني يا بنات، نجيف، عملته بس كده من بره. انا طبعا اليوم ده بقى خلصت بقى متاخر غسيل، لان زي ما قلت لكم ان كان في غسيل كتير، مليت بقى المنشارين واللي حطيت على السفره وعلقت في حاجات. بقيت بقى بنطور كده على الكراسي وكده. ما صورتش معاكم بقى الغسيل لانه كان كتير جدا، بس كده عشان الفيديو ما يطولش عليكم. بس يلا بقى اللي مشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يجيله اشعار بكل فيديو جديد بنزله. لايكاتكم بقى وكومنتاتكم بقى يا بنات اللي بتفرحني. بس بقى هنا خلاص بقى الرخامه اهي شايفينها بقت فله. خلاص كده انا خلاص كنت خلصت، بس الغسيل زي ما قلت لكم ما كانش خلاص طبعا. بس خلاص بقى كده خلاص الفيديو خلاص معايا بقى كده يا بنات. شايفين الدنيا خلاص بقت زي الفل. اشوفكم بقى في فيديو جديد، مع السلامه.